مع بداية الاستعداد للموسم الجديد، تحدث مصدر عن أن هناك تفكير في إحداث تغيير على الجهاز المعاون للبرتغالي، تحديدا فالمساعدين المصريين المتواجدين، حيث من الوارد توجيه الشكر لأحمد مجدة، وهناك تفكير في تواجد ثناء بدلا منه في الجهاز الفني مع جوميز، حيث محمد أبو العلا وأحمد عبد الرؤوف مرشحان للتواجد. فالجهاز الفني الجديد للفريق حال تم إجراء أي تعديل في الأيام القادمة وسيكون دور أحمد عبد الرؤوف دور فني، بينما سيشمل دور محمد أبو العلا دور الدار في الفريق، فانتظار حسم الأمر خلال الأيام القادمة من قبل مجلس الإدارة. يبحث الزمالك في الوقت الحالي عن تدعيم مركز حراسة المرمى بعد أن أصبح خروج محمد عواد من نادي الزمالك خروج مؤكد في ظل انتهاء تعاقده وعدم الوصول حتى الآن إلى اتفاق. كما أخبرناكم من قبل البلعوطة، ينتهي تعاقده مع أنبي بنهاية الموسم.